أهلا بيكم. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الشاورما التركي، بس هنعملها بالطريقة المصرية. يعني نفس التكنيك اللي بتتعمل بيه الشاورما التركي، بس هنضيف لها بقى التكات بتاعة الشاورما المصري. طيب، أول حاجة بنجيب نص كيلو لحمة مفرومة بيكون فيها نسبة دهن شوية، بحط عليها بصلة مبشورة، وبعد كده بحط كوباية من الزبادي، والزبادي من الحاجات اللي بتطري اللحوم عموما، يعني سواء اللحمة أو الفراخ. وهحط كمان معلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهبتدي احط بقى التوابل بتاعتي اللي هي شطة، كزبرة ناشفة، توم باودر وبصل باودر، بابريكا، ملح. وهحط كمان معلقة كبيرة من الخل، والخل هنا ليه وظيفتين. اول حاجة ان هو برضو بيطري اللحمة، وتاني حاجة بيدينا المزازة والطعم بتاع الشاورما اللي احنا بناكلها من بره. فمعلقة الخل دي ما تقلقوش منها، دي بتدي بالعكس، بتدي طعم احلى للشاورما. هقلب بقى كل المكونات بتاعتي كده، وهفرمها في الكبة. بصوا اللي انتوا شايفينه، الحتة الحمرا دي ده الدهن طبعا لما اتفرمت مع كتر الفرم واللف الدهن فصل وعمل حتت كده. اهم حاجة بقى واهم خطوة ان احنا نفرم اللحمة دي ناعم قوي، يعني مش لفتين تلاتة كده وخلاص، لا، لازم تفرميها ناعم قوي. بصوا انا بفردها ناعمة ازاي، تبقى زي المعجون كده، لان ده من ضمن عوامل نجاح الشاورما التركي. انا بقى مش هحط في ورق زبدة ولا هحط بقى في اي حاجة زي كده. انا هجيب قالب الكيك او اي قالب عندك، بتحطي فيه كيس بلاستيك زي كده اللي هو بتاع السندوتشات، وبتحطي فيه العجينة بتاعة الشاورما. الطريقة دي اسهل بكتير من ان انت تقعدي تلفيها في ورق زبدة وتدخليها الفرن. الطريقة دي اسهل بكتير، وبتديكي نفس النتيجة واحلى كمان. هفرد بقى اللحمة بتاعتي او المعجون ده، واقفل الكيس وابتدي ان انا اضغط عليها كويس. الحقيقة الضغطة اللي احنا بنضغطها على اللحمة دي برضو من الحاجات اللي بتخلي اللحمة تبقى متماسكة، لان دي لحمة مفرومة مش لحمة قطع. فان انا اضغط عليها بكوباية زي كده دي برضو بتخلي اللحمة متماسكة قوي. ادخلها بقى في الفريزر لغاية ما تجمد كويس جدا. يعني ما ينفعش تبقى حتة طرية وحتة جامدة، لازم كلها تبقى جامدة تماما، يعني علشان اعرف اقطعها كويس. بتقعد بقى، ممكن انا بسيبها بصراحة من بالليل وباجي الصبح بستعملها، بتبقى جمدت معايا بالشكل ده. وزي ما انتم شايفين الكيس بيسهل ان انت تطلعيها من القالب على طول، يعني مش محتاجة تدهني القالب حاجة. هي مجرد ما بتحطي الكيس بيبقى بيسهل جدا عملية خروج اللحم. طيب، باخد بقى اللحمة بتاعتي وهي جامدة كده، ما استناش عليها لما تفك، وابتدي اقطعها شرايح. لو استنيتي عليها لما تفك هت مش هتعرفي تقطعيها، هتبقى صعبة في تقطيعها. فبنقطعها وهي مجمدة كده شرايح، بتقطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه لغاية بقى ما بخلص. دي كمية النص كيلو بتاعتي اللي احنا عملناه. واجيب بقى صاجة او صينية واسخنها كويس قوي، تكون سخنة، اهم حاجة تكون سخنة قوي. واحط بقى فيها، ممكن تحطي حتتين ليا كده، او تحطي دهن عادي، يعني اللي موجود عندك استعمليه. مفيش خلاص حطي حتة زبدة كده. بس بصراحة الليا او الدهن بيديها طعم حلو قوي. ببتدي بقى اوزع كده الليا دي كده على الصاجة، وارص الشاورما بتاعتي وهي متجمدة. يعني ما نستناش عليها لما تفك، لان انت لو استنيتي لو فكت هتبقى كأنها لحمة مفرومة في الصاجة، مش هتبقى قطع لحمة. احط الشاورما بتاعتي كلها ما شاء الله زي ما انتم شايفين. واوعي تقلبيها، بصي انا بحذرك اوعي تقلبيها. لو قلبتيها في الوقت ده هتفك منك. وهي كده بقى اول ما تبتدي تنزل ميتها، تروحي حاطه بصله، انا مقطعه بصله شرايح رفيعه، تحطيها عليها كده وتسيبيها شويه. اول ما تبتدي الميه بتاعتها تنشف، ساعتها بقى هتبقى اللحمه خلاص جمدت زي كده، واقدر اقلبها. بصوا بقى اللحمه، هي اللحمه جمدت خالص، انا ما حطيتش فيها اي معلقه طول ما بتنزل الميه. هاجي بقى احط لها طماطميه متقطعه مكعبات كده. طبعا احنا بقى بنعمل بالطريقه المصريه، فاكرين الشاورما اللي كنا بناكلها زمان؟ هو تقريبا ما كانش فيه غيرها يعني، فانا بعملها لكم بنفس الطريقه. هنحط بقى الطماطمايه ونقلبها شويه كده بتاع 5 دقايق. وبعد كده قبل ما اطفي بدقيقتين بحط رشه من البقدونس. البقدونس بيديها طعم وريحه تحفه.
طبعًا أنتِ لو عايزة بقى تشيلي حاجة من المكونات دي براحتك. بُصّوا بقى اللحمة عندي بقت عاملة إزاي، طرية إزاي ومتماسكة، عشان بارجع بأكد عليكِ ما تقلّبيهاش طول ما هي بتنزّل مَيّة. هاقلّب بقى تقليبتين كده على النار بتاع دقيقة كده أو دقيقتين، وبكده الشاورما بتاعتي تكون جاهزة. كده عملنا شاورما بالطريقة التركية لكن على الطريقة المصرية. أجيب بقى هاتي بقى أي عيش، عايزة عيش سوري ماشي، بس أنا الحقيقة بافضّلها في العيش الكايزر أو العيش الفينو عمومًا يعني. أبتدي بقى أعبّي الساندوتشات بتاعتي. بُص بقى وإحنا بنحط حتّة الليّة كده مع اللحمة مع الخضار، بجد بتدّي طعم تحفة. وهاحط كمان شوية طحينة عليها، ممكن تحطّي أي صوص، وأي مكونات من دي عايزة تشيليها طبعًا براحتك، لكن هي كده زي ما هي كده بتطلع نتيجتها ممتازة. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، ودي كانت وصفتنا. لو عجبكم بقى ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.